في ناس بتصحى كل يوم على وجعها بسبب إن الجرح لسه ملمش. الجرح اللي مش بيلم ممكن يكون له أسباب كتير. طيب ليه الجرح مش بيلم؟ لو الشخص ده مريض سكر، السكر العالي بيبوظ الأوعية الدموية، فالدم مش بيوصل كويس للجرح، الجسم مش بيعرف يعالجه صح وبيبطئ ارتئام الجرح. أو ضعف الدورة الدموية، لو في مشاكل في الشرايين أو الأوردة، الجرح بياخد ده في الوقت عشان يخف. والالتهاب المزمن، الجرح ممكن يفضل ملتهب من غير صديد، وده هيخليه مش بيلم خالص. أو بسبب الأكل، لما الجسم ما ياخدش الزنك والبروتين والفيتامينات اللي محتاجها، والأدوية زي الكورتيزون أو أدوية السرطان بتقلل المناعة وبتبطئ التئام الجرح. والبكتيريا، في أنواع منها بتقاوم المضادات الحيوية، والمناعة لما تكون ضعيفة أو بسبب الضغط وقرح الفراش عند الناس اللي ما بتتحركش، الجرح ممكن يهد الجسم كله لو ما اتعالجش صح. ولو لقيت جرح بقى أكتر من 10 ل 14 يوم مش بيلم أو بيكبر، لازم تروح للدكتور على طول. في طرق بنقدر نتعامل بيها مع الجرح اللي مش بيلم: نروح لدكتور شاطر يشخص صح، ونغير على الجرح ونهتم بنظافته، وناكل أكل مفيد فيه زنك وبروتين، ونلتزم بالعلاج من غير تأخير. مش أي جرح يطول نقول عليه نقص فيتامين، لازم نعرف السبب صح.